صباح الورد عليكم حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. معلش صوت ابني ده عادي يعني، سكيب الحتة دي. المهم انا جايه لكم بقى بايه، بحلا خطير، حاجة كده انا مسميها حلا العيد. لازم بعد أكلة العيد التقيلة دي حاجة كده زي ايه، تغذي نفسنا كده من جمالها وسهولتها وبساطتها. دي كيكة الحليب كما لم تروها من قبل، حرفيا كما لم تروها من قبل. سهولة وبسيطة، عملتها في دقيقة واحدة بس. حرفيا مش هتدوق أطعم ولا أسهل من كده. كيكة حليب مش هتقف في المطبخ غير دقيقة واحدة حرفيا، وكلها بمكونات في مطبخك بسيطة في بيتك، مش هتتعبك ولا افتكاسات كتير ولا حوارات كتير. يلا بينا نقول الطريقة على طول. أنا هنا معايا بضاية، نزلت عليها بمعلقة كبيرة خل. ما بتبانش خالص في الطعم، بس هي من المواد الرافعة وبتخلي لي كيك فلافي كده وقمر. حط معلقة كبيرة زيت، ممكن تستبدليها بسمنة بلدي او زبدة، بس الزيت بيدي قوام كده برضو احلى للكيك. بس انتي لو عايزة تطعميها ممكن تستبدليها بسمنة بلدي، بس صدقيني مفيش احلى ولا اطعم من كده، حلو وممكن تدوقيه. حطيت معلقه كبيره سكر وهقلبهم كويس جدا، سواء انت عايزه تقلبيه بشوكه او بالمضرب الكهرباء او باليدوي زي ما انا ما عملت كده. اهم حاجه القوام يتقل معاكي ويفتح كده، يبقى قريب من اللون الابيض او البيج الفاتح. حطيت معلقتين كبار دقيق وعليهم رشه من البيكنج باودر او الكيك شيف اللي متاح عندك، اعمليه حطيه رشه بس ما تكتريش عشان طعمه ما يتغش. رشه كده اقل من حوالي يعني تمن معلقه كده، ورشه ملح ورشه فانيلا. وقلبي قلبي قلب 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 كده يا معلم. اهم حاجه مكوناتك كلها تبقى سايله كده. بصي انا عايزه القوام ده ولا تقيل ولا خفيف، نفس القوام اللي انت شفتيه في الفيديو ده. هجيب المج بتاعي ده كبير، مج الشوربه. انت لو المج بتاعك صغير قسميهم على مجين، بس انا المج ده حتى لو مش باين في الفيديو فهو كبير في الحقيقه. نزلت بالخليط بتاعي، حطيه في الميكروويف لو متاح عندك لمده دقيقه، طلعيه شوفيه، حطيه بخله كده في النص. لو لقيتي استوى تمام، ما لقيتيش زودي 30 ثانيه كمان. لو ما عندكيش في الفرن من 10 لتلت ساعه على حسب فرنك، من 10 دقايق لتلت ساعه. تعالوا بقى نعمل العظمه دي مع بعض. انا هنا كان عندي عنب دبلان كده شويه، اكيد مش هرميه يعني، في ست مصريه بترمي اكل؟ لا طبعا. حطيته وطيت النار عليه خالص وحطيته، وحطيت فوقيه معلقه سكر كبيره. قلبت السكر كده مع العنب زي ما انتوا شايفين، وهنعمل احلى مربى عنب. بس انا هعملها بسيرب بقى، مش هسيبها تتقل، هوريكم في الاخر. كده بعد ما قلبت السكر في العنب بتاعي كويس، هسيبه خالص على النار. هديله بس ايه زي تكه كده بالشوكه عشان العنب يطلع كل الجوسي بتاعه، انا عايزه الجوسي اللي جوه يطلع. هو انا سبته حوالي ثانيتين كده 3، وبعد كده ايه عملت بالشوكه حوالي بس ياخد درجه حراره الطاسه اللي هو فيها، عشان يبقى سهل معايا في ان انا اعمله بالشوكه. اي نوع فاكهه عندك ممكن تعمليه بالطريقه دي. عندك جزر قرب يبوظ بشوريه واعملي بالطريقه دي. عندك اي نوع فاكهه، فراوله قربت تبوظ، اي نوع فاكهه ينفع تبقى مربى تقدري تعمليها بالطريقه دي. تحطيه على نار هاديه، تزوديها معلقه سكر لحد ما تطلع ميتها كده. وانا هنا حطيت نص ليمونيه عصرتها في المعلقه وحطيتها. الليمون بيتقل معايا المربى عشان يديني قوام حلو للمربى. وهسيبها برضو دقيقة كده، هي بعد الليمون ما يتحط هي دقيقة. واخر ستيب بقى هنعملها مع بعض. بصي برضو عودي قلبي كده عشان تشوفي، هو ده القوام اللي انا كنت عايزاه. انا ما كنتش عايزاه اتقل من كده، كان ممكن اسيبه اكتر. بعد ما توصل القوام اللي انا عايزاه، احط معلقه كبيره من العسل الابيض، بتديني برضو طعم تحفه وقوام قمر. ما عندكيش خليهم معلقتين سكر في الاول. وهقلب بقى. بصوا انا قفلت النار، لو
بس انا بعد ما حطيت الليمون والعسل بعدها بدقيقه بالظبط قفلت النار. والكيك بتاعي القمر بعد ما طلع معايا وبقى بالشكل ده هغرقه لبن. عملت فيه فتحات اول ما خرج خالص، عملت فيه فتحات وغرقته باللبن. بعد كده حطيته في الطبق وغرقته برضو باللبن. وبصوا بقى انا خليت السيرب بتاعي خفيف علشان الكيك نفسه يتشرب من السيرب، عشان كده ما سبتوش غير دقيقتين بس المربى بتاعتي او 3 دقايق بالكتير على النار، عشان انا عايزه السيرب القمر ده ما يتقلش معايا، عايزاه يتشرب الكيك مع اللبن ويبقى معايا احلى كيكه حليب متشربه بمربى العنب. حاجه كده خطيره، كلنا طبعا عارفين طعم العنب ده الايام دي عامله ازاي، خطيره. وزينته كده بحبه عنب برضو كانوا متبقيين عندي. تقدري تعملي باي نوع فاكهه زي ما قلت لك، او ممكن مربى لو عندك مربى جاهزه عادي. عايزه تحطي كريم شانتيه حطي برضو، بس انا ما كانش متاح عندي. وبالهنا والشفا على قلب اللي هيجربها يا رب. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. كانت معاكم اختكم هالة عربي. تنسوش تتابعوا القناه وتفعلوا الجرس، ولما تجربوها هتقولي لي في الكومنتات ان انتوا وهمتوهم بجمالها، وانا واثقه من ده، واثقه ان انتم كمان هتدمنوها. بصوا من جوه خطيره ازاي، تحفه وفلافي وهشه، حاجه كده وهميه حرفيا، لازم تجربوها. بالهنا والشفاء على قلب اللي هيجربها يا رب. باي باي حبايب قلبي.